هنتكلم النهاردة عن قضية اختفاء بنت صغيرة اسمها ميتسي. اختفت وهي راجعة من المدرسة. الشرطة بدأوا عملية بحث كبيرة جدا، وكان بيساعدهم في عملية البحث دي آلاف المتطوعين، واستمر البحث عنها لمدة يوم. بس بعد كده هتحصل مفاجأة مستحيل أي حد يتخيلها. بعد ما نخلص القضية دي هنتكلم عن قضية تانية حصلت سنة 2005 لبنت اختفت من بيتها وهي ساكنة مع أهلها. الغريب إن أهلها ما سمعوش أي صوت غريب، وما كانش فيه شهود في القضية ولا أي دليل يوصلهم للمجرم. لو عايز تعرف أحداث القضيتين دول وإزاي الشرطة في النهاية وصلوا للمجرم، تابعوا معانا الفيديو للنهاية. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت كلنا نصلي على النبي، وما ننساش كمان نبارك لأهلنا في غزة على وقف إطلاق النار، وربنا يا رب يبعد عنهم دايما الحرب والدمار. ميتسي سانشيز اتولدت سنة 1992 في مكان اسمه فاليهو موجود في كاليفورنيا. ميتسي كانت معروفة إنها بنت جميلة ومرحة جدا، وكانت عايشة مع أفراد عيلتها، وكانوا عيلة مترابطة وجميلة جدا. ميتسي وأخوها كانوا قريبين من بعض، وكانوا متعودين إنهم يروحوا المدرسة مع بعض كل يوم، والاتنين كانوا بيروحوا المدرسة لوحدهم لأن المدرسة أصلا كانت قريبة من بيتهم. يوم 10 أغسطس سنة 2000 كان عيد ميلاد ميتسي الثامن، وهي في اليوم ده كانت متحمسة جدا لعيد ميلادها، لدرجة إنها طلبت من والدتها إنها ما تروحش المدرسة في اليوم ده، بس والدتها رفضت. ميتسي خرجت من البيت في اليوم ده مع أخوها الساعة 7:30 الصبح، والمفروض في اليوم ده كانت هتخلص المدرسة وتستنى أخوها لحد ما يخلص اليوم الدراسي بتاعه، والاتنين يرجعوا للبيت مع بعض زي كل يوم. بس لما أخوها خلص الحصص بتاعته وخرج عشان يدور على أخته كالعادة، لقى إنها مش موجودة في المدرسة. كل اللي فكر فيه وقتها إن أكيد أخته رجعت للبيت لوحدها، عشان كده هو كمان رجع للبيت. بس أول لما وصل لهناك لقى إن أخته مش موجودة هناك. أول لما أخته الكبيرة شافته وهو داخل للبيت من غير أخته الصغيرة، بدأت إنها تقلق عليها جدا وسألته عليها. ولما عرفت إنه ما شافهاش في المدرسة ورجع للبيت من غيرها، كانت شايفة إن دي حاجة غريبة جدا، لأن ميتسي كانت مستعجلة إنها ترجع للبيت عشان تحضر حفلة عيد الميلاد بتاعتها. فضلت مستنية في البيت شوية على أمل إن ميتسي ترجع للبيت، بس للأسف ده ما حصلش. عشان كده في نفس اليوم حوالي الساعة 4 العصر كلمت والدتها وقالت لها على كل اللي حصل. والدة ميتسي تواصلت مع المدرسة بسرعة، وعرفت منهم إن بنتها فعلا كانت موجودة في المدرسة وحضرت كل الحصص بتاعتها، وخرجت من المدرسة في الميعاد اللي هي بتخرج فيه كل يوم. تواصلت كمان مع أصحابها والناس اللي يعرفوها على أمل إنها تكون موجودة عند أي حد منهم، بس للأسف كلهم أكدوا لوالدتها إنهم ما يعرفوش أي حاجة عنها. أفراد عيلة ميتسي قلقوا جدا وخرجوا عشان يدوروا عليها في الطريق من البيت للمدرسة، وخلال وقت قليل كل أصحابهم وجيرانهم انضموا لعملية البحث، وكان معاهم صور لميتسي عشان يسألوا كل الناس اللي في الشارع لو حد شاف البنت دي. بس للأسف كل الجهود دي كانت من غير أي فايدة. عشان كده والدة ميتسي كلمت الشرطة وقالت لهم على كل اللي حصل. الشرطة انضموا طبعا لعملية البحث اللي بدأت، ووسائل الإعلام كمان بدأت تتكلم عن القضية وتنشر صور للطفلة في كل مكان، وكانوا بيطلبوا من الناس إن أي حد عنده معلومات عن اختفاء الطفلة يتواصل معاهم في أسرع وقت ممكن. عملية الاختفاء اللي حصلت لميتسي ما كانتش أول عملية اختفاء تحصل في فاليهو، عشان كده أفراد الشرطة بدأوا يفكروا إن اللي بيعمل عمليات الاختفاء دي هو نفس المجرم. آخر حالة اختفاء حصلت في فاليهو كانت قبل سنة بالظبط، تحديدا حصلت في ديسمبر سنة 1999 لما طفلة اسمها زانا فيرتشايلد عندها 7 سنين اختفت وهي رايحة للمدرسة ومحدش قدر يلاقيها. المحققين كانوا قلقانين جدا ان نفس الخاطف اللي خطف زانا يكون هو اللي خطف ميتسي، خصوصا وانه كان خاطف محترف ومش هيقدروا يوصلوا له بسهولة. عدى يوم كامل على اختفاء ميتسي ولسه مفيش اي جديد في القضية. في الوقت ده خبر اختفائها كان بيتنقل على كل القنوات، وأفراد عيلتها عملوا مقابلات كتير بيطلبوا من اللي عمل كده في بنتهم يرجعها للبيت في أسرع وقت ممكن، وهم مش عايزين يعرفوا هو مين. الشرطة كمان طلبوا من الناس إن أي حد عنده معلومة عن اختفاء ميتسي يتواصل معاهم، وفعلا وصل لهم عدد كبير جدا من المكالمات والرسائل، بس للأسف
مفيش ولا مكالمة منهم كانت مفيدة للشرطة. بس بعد يوم واحد بس من اختفاء ميتسي وصل مكالمة للشرطة من واحد بيقول إنه شاف ملاية سرير عليها بقع دم مرمية في مكب نفايات. المحققين اتجهوا على طول ناحية مكب النفايات ده ولاحظوا إن الملاية دي كانت خاصة بفندق محلي موجود هناك. أخدوا الملاية دي عشان يفحصوا الدم اللي عليها، بس طبعا في الوقت ده كان فحص عينات الدم بياخد وقت طويل جدا. الشرطة كمان فتشوا مكب النفايات ده كويس جدا على أمل إنهم يلاقوا أي حاجة تربطهم بالطفلة، بس للأسف ما كانش فيه أي دليل هناك. تاني يوم واللي كان 12 أغسطس الشرطة وصل لهم مكالمة تانية هتقلب القضية كلها. في واحد كان سايق العربية بتاعته على الطريق السريع ولاحظ إن في بنت صغيرة بتجري عليه وبتصرخ بصوت عالي وبتقول إن في حد بيطاردها. البنت ركبت العربية وكان باين عليها إنها مرعوبة، وفعلا السواق ده شاف واحد كان بيجري ناحية البنت، والبنت قالت له إن الراجل اللي بيجري وراها ده خاطفها وعايز يقتلها. أول لما الخاطف شاف البنت وهي بتركب العربية لف واتجه ناحية عربيته وركب العربية وهرب من هناك. طبعا السواق ده كلم الشرطة بسرعة وقال لهم على كل اللي حصل، والشرطة لما وصلوا للمكان لقوا إن البنت دي هي ميتسي سانشيز اللي اختفت بقالها يومين. نقلوا ميتسي بسرعة للمستشفى لأن كان باين عليها إنها مرعوبة وما كانتش عارفة تتكلم معاهم. الشرطة استنوا لما حالة البنت تهدى شوية وتستقر في المستشفى، وبعدين بدأوا يتكلموا معاها عشان يعرفوا إيه اللي حصل معاها بالظبط في اليومين اللي فاتوا. ميتسي بتقول إن يوم 10 أغسطس قررت إنها ترجع من المدرسة لوحدها لأنها كانت متحمسة جدا إنها تجهز لحفلة عيد ميلادها. فعلا خرجت من المدرسة وعلى بعد أمتار بس من المدرسة اللي هي فيها شافت واحد كان شكله غريب وراكب العربية بتاعته، والراجل ده كان مركز معاها في المراية بتاعت العربية. لما قربت شوية من الراجل ده قال لها إنه مش قادر يوطي لأن عنده إصابة في رجليه، وطلب منها تساعده في إنه يجيب الشريط اللي واقع تحت الكرسي بتاع العربية. ميتسي وافقت إنها تساعده رغم إنها كانت خايفة منه جدا. وأول لما قربت من العربية ودخلت عشان تجيب الشريط الراجل ده شدها من إيديها بقوة وقفل باب العربية واتحرك من هناك. ميتسي بتقول إنها كانت بتحاول تصرخ بكل قوتها، بس فجأة حست إن خلاص فات الأوان، خصوصا لما المجرم ده كان معدي بالعربية من قدام بيتها وشافت باقي أفراد العيلة وهم بيجهزوا لحفلة عيد الميلاد. بعد كده الخاطف ده وقف العربية بتاعته في جراج فاضي وخرج من معاه هدوم جديدة وطلب من ميتسي إنها تغير هدومها. أخد كمان الهدوم القديمة اللي هي كانت لابساها وتخلص منها. المجرم كمان كان بيحذرها إنها تحاول تهرب منه لأن معاه مسدس، وقال لها إنها لو حاولت تعمل كده هيقتلها من غير تفكير. فضل سايق العربية بيها لمسافة طويلة جدا، ولما هي سألته هو أنت خاطفني ليه؟ قال لها أنا بعمل فيكي نفس اللي حصل فيا وأنا صغير. أول لما الدنيا ليلت ركن العربية بتاعته في مكان مقطوع وغطى الشبابيك بتاعت العربية بقماش وربط ميتسي بسلسلة. بعد كده خرج إزازة كحول وأجبر الطفلة إنها تشرب معاه وصورها كام صورة كده وبعدين نام في العربية. ميتسي بتقول إنها في اليوم ده ما كانتش عارفة تنام وفضلت صاحية في العربية طول الليل بتفكر هي إزاي هتهرب منه. تاني يوم الخاطف صحي من العربية وفضل يسوق بيها العربية لحد لما وصلوا للمدينة، وطلب منها تقعد في أرضية العربية وكان مغطيها عشان مفيش أي حد يشوفها. وفي مرة حست إن العربية وقفت وحست بيه وهو بينزل من العربية، بس طبعا ما كانتش عارفة هم واقفين فين. حاولت إنها تفك نفسها وتهرب منه، بس زي ما قلنا هو كربتها بسلسلة وهي للأسف ما قدرتش إنها تعمل كده. ولما الخاطف رجع لها وأخد العربية ومشي من هناك سألها هو أنت تعرفي إحنا كنا واقفين فين؟ قالت له لا معرفش. قال لها إنهم لما كانوا واقفين بالعربية كان واقف عند بيت أهلها ودخل كمان للبيت واتكلم مع أمها وقال لوالدتها إنه مهتم جدا باختفاء بنتها وطلب منها منشورات عشان يساعد في البحث عنها. ميتسي طبعا حست بالإحباط خصوصا لما عرفت إنهم كانوا موجودين عند بيتها، ورغم كده ما قدرتش إنها تهرب منه. في نفس اليوم بالليل المجرم أخدها لبره المدينة وركن عربيته في مكان مهجور، وفي الوقت ده اعتدى عليها. بعد كده ساب ميتسي ونام، وهي طبعا كانت في حالة صدمة ومش مستوعبة أي حاجة من اللي بتحصل معاها. تاني يوم الصبح الخاطف اتحرك بالعربية بتاعته ووقف أكتر من مرة عشان يشتري سجاير ويشتري كحول، وفي مرة وهو بيركب العربية في حاجة وقعت من جيبه.
ميتسي بصت عشان تشوف هو ايه اللي وقع منه، ولقت انها مجموعة كبيرة جدا من المفاتيح. واول حاجة فكرت فيها ان اكيد المفاتيح دي فيها المفتاح بتاع القفل اللي هي مربوطة بيه. ورغم انها كانت خايفة جدا من انها تخالف كلامه، الا انها قدرت تتغلب على خوفها ده ومسكت مجموعة المفاتيح وحاولت انها تفتح القفل اللي هي مربوطة بيه. والغريب ان القفل فتح من اول محاولة. ميتسي اخيرا حررت نفسها من السلسلة اللي هي مربوطة بيها، ومش باقي بس غير انها تهرب من العربية بأي طريقة. فكرت انها تفتح باب العربية وتجري منها، بس للأسف هي كانت مجهدة جدا. عشان كده استجمعت كل قوتها وقدرت انها تخرج من الشباك بتاع العربية. فضلت تجري على الطريق وهو كان بيجري وراها، وكانت بتشاور لأي عربية عشوائية معدية في الطريق عشان توقف لها، وللأسف مفيش أي حد كان بيقف. لحد ما في النهاية قابلت الراجل اللي شافها وركبت معاه العربية. وأول لما الخاطف شافها وهي بتركب، رجع بسرعة لعربيته وهرب من المكان. الشرطة وقتها لما وصلوا للمكان ونقلوا ميتسي للمستشفى، بدأوا يتكلموا مع السواق ده لأن هو الوحيد اللي شاف المجرم ويقدر يقول لهم على مواصفاته. وقتها اتفاجئوا كمان إن الشاهد ده شاف العربية وقدر إنه ياخد أرقام العربية. الشرطة جابت بيانات لوحة العربية دي ووصلوا لصاحبها، واللي كان واحد اسمه كيرتس دين أندرسون وعنده 39 سنة. كيرتس كان معروف عند الشرطة لأن كان عنده سوابق في الخطف. في الوقت ده كل الصحف والأخبار كانت بتتكلم عن عملية إنقاذ ميتسي المعجزة، لدرجة إنها لما رجعت للبيت لقت إن في عدد كبير جدا من الناس كانوا واقفين عند بيتها وبيهنوها بعيد ميلادها. ولما أفراد الشرطة وروا صورة كيرتس لمامة ميتسي، اكتشفت إنها شافته مرتين قبل كده. مرة قبل عملية الخطف وهو بيراقب البيت، والمرة التانية كانت يوم اختفاء ميتسي لما وصل لحد البيت وطلب منها صورة لميتسي عشان يساعد في البحث عنها. الشرطة عملوا مراقبة في كل الأماكن اللي كيرتس بيتردد عليها على أمل إنهم يقبضوا عليه في أسرع وقت ممكن. وفعلا بعد يوم واحد بس قبضوا عليه في موقف سيارات وما حصلش منه أي مقاومة. كيرتس لما كان بيتكلم مع ميتسي وهو خاطفها كان بيقول لها إن هو خاطف محترف وإن هي مش أول ضحية ليه. والمحققين فعلا كانوا مقتنعين إنه خاطف محترف وما كانش بيقول الكلام ده عشان يخوفها وخلاص، هو فعلا مش أول مرة يخطف. عرفوا كمان إن في اليوم اللي ميتسي هربت فيه من المجرم كان مخطط إنه يقتلها في اليوم ده، لأن في اليوم ده أخدها بالعربية بتاعته واتجه ناحية المنطقة الصناعية وطلب من زميل ليه هناك إنه يجيب له شوال قديم، وأكيد كان عايز الشوال ده عشان يتخلص فيه من الجثة. كيرتس أصلا كان اتقبض عليه قبل كده سنة 1991 بتهمة خطف واحدة ست، وخرج من السجن سنة 1999. الشرطة وقتها لاحظوا إن في طفلة عندها 7 سنين اسمها زانا فيرتشايلد اختفت من قدام المدرسة بنفس الطريقة اللي ميتسي اختفت بيها، وعملية الخطف بتاعتها حصلت في أواخر سنة 1999، يعني بعد خروج كيرتس من السجن بمدة قليلة جدا. الشرطة لقوا جثة زانا بعد كده في يناير سنة 2001، بس وقتها ما كانوش قدروا انهم يوصلوا للمجرم. الشرطة لما بدأوا يتكلموا مع كيرتس نفى أي تورط ليه في الجرائم اللي الشرطة بتوجهها، وما كانش متعاون مع الشرطة بشكل نهائي. بس بعد كده لما دخل السجن وبدأ يتكلم مع زمايله في الزنزانة، قال لهم انه عمل عمليات خطف وعدد من جرائم القتل، والشرطة ما يعرفوش أي حاجة عن الجرائم دي. الشرطة استدعوه مرة تانية للاستجواب وواجهوه بالكلام اللي هو قاله في الزنزانة، وهو فعلا اعترف بالجرائم اللي هو عملها قبل كده. محاكمة كيرتس بدأت في إبريل سنة 2001. ميتسي في الوقت ده كانت موجودة في المحكمة وشهدت بكل الحاجات اللي حصلت معاها بالتفصيل، لدرجة إن الناس اللي في قاعة المحكمة كانوا متأثرين بكل كلمة بتقولها. عشان كده في النهاية المحكمة شافت إنه مذنب في جريمة خطف واعتداء ومحاولة قتل، واتحكم عليه بالسجن 251 سنة. سنة 2005 كيرتس قدم اعتراف كامل بقتل زانا فيرتشايلد، واتحكم عليه بالسجن 50 سنة إضافية على السنين اللي هو أخدها قبل كده. أما ميتسي فرغم نجاتها إلا إنها أخدت وقت طويل جدا بتخاف تروح المدرسة، لأنها كانت طول الوقت بتفكر في كل اللي حصل معاها. ده غير كمان إنها أوقات كتيرة جدا كانت بتتعرض للتنمر في المدرسة بسبب الجريمة اللي حصلت معاها. عشان كده كانت شايفة إن الحل الوحيد اللي هيخرجها من اللي هي فيه إنها تتجه للكحول. فضلت مدمنة على الكحول لفترة لحد ما في يوم عملت حادثة عربية كبيرة جدا ودخلت بسببها في غيبوبة لمدة 2 أسبوع. ولما فاقت من الغيبوبة دي عرفت إنها حامل في بنت. الخبر ده قلب حياة ميتسي 180 درجة،
لأنها في الوقت ده قررت إنها تخصص وقت أكتر لبنتها، وكمان كانت بتساعد الأطفال اللي بقوا ضحايا للجرائم زي الجريمة اللي حصلت معاها. أما كيرتس فهو مات في السجن سنة 2007. وبس كده تكون انتهت القضية الأولى. يا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ويلا بينا نبدأ في القضية التانية. يوم 16 أغسطس سنة 2005 في واحدة اسمها إليسيا اختفت من البيت، وأهلها كانوا نايمين في الأوضة اللي جنبها وما سمعوش أي صوت لحد غريب. للأسف ما كانش فيه أي شهود ولا دليل ولا حتى بصمات توصلهم للمجرم، لدرجة إن الشرطة كانوا فاكرين إن خلاص القضية دي مش هتتحل. بس في النهاية هتحصل حاجة هتقلب القضية كلها. إليسيا روس اتولدت يوم 8 فبراير سنة 1980 في ماركهام بأونتاريو. ولما كانت لسه طفلة أبوها وأمها انفصلوا عن بعض، وهي كانت بتشوف أبوها بشكل منتظم وعلاقتها بيه كانت كويسة جدا، بس هي كانت عايشة مع أمها. إليسيا كانت بتحب تقضي وقت طويل جدا بره البيت، وأكتر حاجة كانت بتحبها إنها تركب قارب في بحيرة أونتاريو وتقضي هناك ساعات بتجدف في المياه المفتوحة. إليسيا لما خلصت المدرسة الثانوية اشتغلت في شركة HP، وتحديدا في فرع المبيعات، وهناك أثبتت نفسها في شغلها وكل الناس هناك كانت بتثق فيها. في الوقت ده إليسيا كانت لسه عايشة مع أمها في نفس البيت، وكان عايش معاهم كمان زوج أمها. وعشان تحس إنها مستقلة بشكل أكبر حولت البدروم بتاع البيت لشقة كاملة، وكان ليها مدخل خاص بيها لوحدها. وكان الهدف من كل اللي بيعملوه ده إن إليسيا تكون قريبة من أهلها وفي نفس الوقت تكون مستقلة بحياتها. يوم 16 أغسطس سنة 2005 إليسيا اللي عندها 25 سنة خرجت عشان تتمشى بالليل مع مامتها والكلب بتاعها. إليسيا في اليوم ده كانت مبسوطة جدا لأنها عرفت إنها هتترقى بكرة في شغلها. ولما والدتها عرفت الخبر ده ما استغربتش خالص، لأنها عارفة إن بنتها شاطرة جدا في شغلها. أول لما رجعوا للبيت حبيب إليسيا اللي اسمه شون جه عشان يبارك لها على الترقية الجديدة. قضوا كام ساعة مع بعض في البيت، وحوالي الساعة 12 بالليل خرج عشان يمشي. تاني يوم الظهر شون كلم الشرطة عشان يبلغهم باختفاء إليسيا، ولما سألوه عن اللي حصل قال لهم إنه أول لما رجع لبيته الساعة 12:15 تقريبا حاول إنه يتصل بيها عشان يطمن عليها، بس هي ما كانتش بترد عليه وكان فاكر إنها نامت. بس لما صحي من النوم وحاول إنه يرن عليها مرة تانية وكانت لسه ما بتردش عليه، بدأ يقلق عليها جدا وقرر إنه هيروح لها البيت عشان يطمن عليها بنفسه. أول لما وصل لهناك لاحظ إن العربية بتاعتها كانت مركونة عند البيت، ودي كانت حاجة غريبة بالنسبة له لأنه عارف إنها اترقت في شغلها والمفروض تكون هناك دلوقتي. لاحظ كمان إن الباب بتاع البيت كان مفتوح، ولما دخل للبيت لقى الجزمة بتاعت إليسيا كانت مرمية على الأرض، وكان في كوباية فاضية، وعلبة السجاير بتاعتها كانت في مكانها. كل الحاجات دي كانت كافية جدا بالنسبة له إنه يعرف إن في حاجة غلط، عشان كده كلم الشرطة وبلغهم باختفاء إليسيا. بعد كده تواصل مع والدة إليسيا وهي وزوجها اتحركوا للبيت، وأول لما وصلوا لهناك لقوا الشرطة كانوا أصلا وصلوا للبيت ومفيش أي أثر لبنتهم. الشرطة لاحظوا إن البيت ما كانش فيه أي علامة اقتحام، وحتى مفيش أي علامة على وجود خناقة أو مقاومة حصلت في المكان ده. كمان المحققين لما دخلوا لأوضة النوم لاحظوا حاجة مقلقة جدا. واضح إن السرير بتاع إليسيا كان مترتب بشكل كويس وكأنها ما نامتش في السرير طول الليل. لقوا كمان الشنطة والمفاتيح بتوعها كانوا موجودين في البيت، وهي معروف إنها مش بتخرج من البيت من غيرهم. ولما الشرطة تواصلوا مع مديرها في الشغل عرفوا إنها ما راحتش شغلها في اليوم ده، عشان كده اتأكدوا إن إليسيا ما خرجتش من البيت لوحدها وإن اللي حصل ده هو عملية خطف. عشان كده بدأوا عملية البحث عنها. ولأن إليسيا شكلها ما نامتش في البيت في اليوم ده، فالمحققين فكروا إنها أكيد اتخطفت أول لما شون خرج من البيت، تحديدا لما خرجت عشان توصل شون لحد الباب بتاع البيت. عشان كده الباب كان لسه مفتوح، وهي ما ردتش عليه لما حاول يكلمها بعد 15 دقيقة بس من خروجه من هناك. الشرطة اتكلموا مع والدة إليسيا لأنها عايشة مع بنتها في نفس البيت، وسألوها لو سمعت صوت غريب أو شافت أي حاجة غريبة في الوقت اللي بنتها اختفت فيه. والدتها أكدت للشرطة إنها ما سمعتش أي صوت غريب، وكل الجيران أكدوا إنهم ما شافوش أي حاجة غريبة في اليوم ده. المحققين لما سمعوا الشهادات دي اقتنعوا إن شون بقى هو المشتبه فيه الرئيسي في القضية لأكتر من سبب. أول حاجة إنه كان آخر واحد موجود مع إليسيا قبل اختفائها. تاني حاجة إن إليسيا ما عملتش أي مقاومة ولا حاولت تعمل أي صوت عالي، معنى كده إن اللي خطفها هي حد تعرفه. بس السؤال اللي لسه أفراد الشرطة ما كانوش عارفين إجابته
هو إيه اللي يخلي شون يرتكب جريمة زي دي؟ لأن شون ما كانش عنده أي دافع للجريمة، ده غير إنه يعرف إليسيا من شهر ونص بس، وكل الناس بتقول إن علاقتهم ببعض كانت كويسة جدا. الشرطة اتكلموا مع شون وهو قال لهم إن ملوش أي علاقة باختفائها. فتشوا كمان بيته وعربيته وما كانش فيه أي حاجة تربطه بالجريمة اللي حصلت. تواصلوا كمان مع جيران شون وسألوهم لو شافوه بيعمل أي تصرفات يخليهم يشكوا فيه، زي مثلا إنه يخرج في نص الليل يتخلص من قمامة، أو حتى كان شايل حاجة تقيلة وبيحاول يخفيها عن الناس. بس الجيران أكدوا إنهم ما شافوش شون بيعمل أي حاجة غريبة. الشرطة بدأوا عملية بحث كبيرة جدا عن إليسيا، وعملوا مركز قيادة لعملية البحث دي جوه مدرسة محلية. استخدموا كمان طيارات هليكوبتر وكلاب بحث، وطلبوا من الناس إنهم يساعدوهم في عملية البحث اللي بتحصل. وفعلا أول يوم في عملية البحث كان في أكتر من 60 متطوع بيساعدوا الشرطة في عملية البحث، وتاني يوم العدد بدأ يكبر وكان في أكتر من 400 متطوع، لدرجة إن الشرطة كانت بتمنع المتطوعين إنهم يساعدوهم عشان يقدروا يسيطروا على عملية البحث اللي بتحصل. في الوقت ده عملية البحث عن إليسيا كانت واحدة من أكبر عمليات البحث في تاريخ أونتاريو، وده كان بيخلي القضية تنتشر في كل أنحاء كندا. انتشار القضية كان ليه أكتر من سبب. أول حاجة إن الناس كانوا لسه مش فاهمين هي إزاي إليسيا اختفت من بيتها وأهلها ما سمعوش أي صوت غريب وما كانش فيه أي شاهد. السبب التاني إن كل الناس كانت بتتكلم في القضية عن إن شون هو اللي ارتكب الجريمة، وإنه قدر ما يسيبش أي دليل وراه ويخدع كل أفراد الشرطة. واللي زود الشكوك كمان حوالين شون إنه أول لما وصل للبيت ما حاولش إنه يكلم والدة إليسيا، هو على طول تواصل مع الشرطة وبلغهم باختفاء إليسيا. بعد حوالي 10 أيام من اختفاء إليسيا، وسائل الإعلام بدأت تقول إن شون رفض يعمل اختبار كشف الكذب ورفض يتعاون مع المحققين، وده طبعا خلى الشكوك تزيد حواليه أكتر وأكتر. ولما وسائل الإعلام اتكلموا معاه وسألوه هو ليه بقى مش متعاون مع الشرطة، قال لهم لأن في الوقت الحالي الشرطة بيعاملوه وكأنه المشتبه فيه الرئيسي. الشرطة عملوا خط ساخن واستقبلوا على الخط ده آلاف المكالمات من الناس، بس للأسف ما وصلوش لأي جديد في القضية. ولما الدراسة رجعت اضطروا انهم يوقفوا عملية البحث ويقفلوا مركز القيادة عشان الطلاب يرجعوا للمدرسة بتاعتهم. بعد شهر تقريبا على اختفاء إليسيا، الشرطة كانوا شايفين انهم عملوا كل اللي يقدروا عليه، يعني عملوا عملية بحث كبيرة جدا واتكلموا مع كل المجرمين اللي عايشين في المنطقة اللي حواليهم، واتكلموا كمان مع الجيران وأكبر عدد من الناس، بس كل ده ما وصلهمش لأي جديد. لحد يوم 20 سبتمبر سنة 2005 في واحد دخل لاسم الشرطة وكان معاه المحامي بتاعه وقال لهم إن هو اللي قتل إليسيا روس. الراجل ده كان اسمه دانيال سيلفستر وعنده 31 سنة، وكان جار إليسيا، يعني عايش يدوب على بعد كام متر بس من بيتها. دانيال بيقول إنه حوالي الساعة 12:30 بالليل خرج عشان يتمشى في الزقاق الضيق اللي بين بيته وبين بيت إليسيا، ولما هي شافته هناك في نص الليل اتخضت وسألته انت بتعمل ايه هنا في الوقت ده؟ دانيال قال لها انه بيمشي قدام بيته وانه من حقه يعمل كده في اي وقت. على حسب كلام دانيال انه في الوقت ده الاتنين حصلت بينهم خناقة وهي شتمته، عشان كده فقد السيطرة وضربها على وشها، ولما هي كانت بتقاوم خبط راسها في حجر اكتر من مرة لحد ما بطلت تتحرك. دانيال بيقول انه في الوقت ده كان مخضوض جدا ومش عارف يتصرف ازاي، لحد ما قرر في النهاية انه يتخلص من جثتها. دانيال سحب الجثة للجراج بتاع بيته وغسل الدم بالخرطوم بتاع الجنينة وحط كرتون عشان يبطن بيه العربية بتاعت والدته. والدته في الوقت ده كانت طبعا نايمة وما تعرفش أي حاجة عن اللي بيحصل. بعد كده قلع هدومه هو وإليسيا وحط الهدوم مع بعض في أكياس قمامة ولف راسها بشريط لاصق وقماش عشان يوقف الدم إنه ينزل في العربية. دخل بعد كده للبيت، أخد دش وغير هدومه بهدوم نظيفة، وحوالي الساعة 5 الصبح ركب عربية مامته اللي جواها الجثة وفضل سايق العربية حوالي ساعة لحد لما وصل عند بلد صغيرة اسمها مانيلا. ولما لقى ان المنطقة بعيدة ومليانة مستنقعات مائية رمى فيها الجثة بتاعت إليسيا. اتخلص كمان من أكياس القمامة اللي فيها الهدوم اللي عليها دم، بس في مكان مختلف عن المكان اللي هو رمى فيه الجثة. أول لما رجع للبيت اكتشف انه رمى المحفظة بتاعته مع الملابس بتاعت الضحية، والمحفظة دي كان فيها رخصة القيادة بتاعته، يعني أي حد هيلاقي الهدوم دي
هيعرف إن هو المجرم. عشان كده على مدار الكام يوم اللي بعد الجريمة دانيال فضل رايح جاي على المكان اللي هو اتخلص فيه من الأكياس، بس لأنه كان متخلص منهم كويس جدا ما قدرش إنه يوصل لهم مرة تانية، بس قدر إنه يوصل لجثة إليسيا اللي هو كان مخبيها في مكان تاني. ولأنه كان خايف جدا إن الشرطة يوصلوا لمكان الجثة بسهولة، قرر إنه ياخد الجثة دي وينقلها لمكان تاني. في الوقت ده الجثة كانت خلاص اتحللت، واضطر إنه يجمع الرفات حتة حتة ولفهم في مشمع وحطهم كلهم في شنطة العربية. فضل سايق العربية حوالي 40 دقيقة لحد لما وصل لبلد صغيرة اسمها كوبانجون، وهناك لقى مكان منعزل في غابة وخبى الجثة بتاعتها مرة تانية. دانيال اعترف كمان انه استمتع بنفسه عشان يهدي التوتر اللي هو فيه، بس حلف للشرطة انه ما لمسش إليسيا بأي شكل جنسي وان ده ما كانش الدافع من جريمته. دانيال بيقول انه ما كانش يقصد انه يقتل إليسيا، هو بس لما الخناقة كبرت وهي شتمته ضربها وهو مش واخد باله وهي ماتت في ايده. واحد من المحققين طلب منه انه يكتب جواب لأهل إليسيا ويعتذر لهم على اللي هو عمله. دانيال كان منهار جدا واعترف انه ملوش اي حق انه ياخد منهم بنتهم، وكان واضح انه متأثر جدا. بعد الاعترافات دي المحققين طلبوا من دانيال انه يوجههم لمكان جثتها، وفعلا قدر انه يعمل كده ووراهم المكان اللي هو اتخلص فيه من الجثة. بس طبعا بسبب تحلل الجثة خبراء الطب الشرعي ما قدروش يحددوا سبب الوفاة، بس أكدوا ان في اكتر من 30 عظمة كانوا مكسورين في جسمها. المحققين اكتشفوا كمان ان الرفات ما كانتش كاملة في المكان ده، وده بيشير ان دانيال كان سايب جزء منها في الموقع الاول. المحققين كمان كانوا مصدومين ان دانيال كان عايش على بعد امتار بس من بيت الضحية، ورغم كده ما كانش مشتبه فيه عند الشرطة. دانيال ما كانش عنده اي سجل اجرامي، وكان معروف انه شاب خجول جدا وبيعاني من الاكتئاب. كمان وهو طفل كان بيعاني من صعوبة في التعامل مع الناس، وده كان بيخلي زمايله يتنمروا عليه، عشان كده كان عايش منعزل عن نفسه. ولأن دانيال كان عايش لوحده دايما ومنعزل في البيت، فتقريبا معظم الجيران ما كانوش عارفينه، لدرجة ان والدة إليسيا بتقول ان طول السنين اللي فاتت شافت دانيال مرتين بس. دانيال اتوجه له تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، رغم ان المحامي بتاعه كان طول الوقت بيحاول يضغط عشان يخليها جريمة قتل غير عمد. وبعد كده القضية بتاعته اتحولت للمحكمة. المحاكمة بدأت في مايو سنة 2007، يعني تقريبا بعد سنتين من موت إليسيا. المدعي العام بيقول ان دانيال كان ناوي فعلا انه يقتلها، وان التهمة الأصلية لازم تفضل زي ما هي. الادعاء كان شايف ان دانيال كان بيراقب إليسيا من مدة طويلة، خصوصا وانها عايشة على بعد أمتار بس من بيته. وفي اليوم ده لما شافها واقفة لوحدها والشارع فاضي والوقت متأخر، قرر انه يستغل الفرصة وينفذ جريمته. الادعاء بيقول كمان ان دانيال كان عنده اكتر من فرصة انه يكلم الشرطة ويبلغ بالجريمة اللي حصلت لو هو فعلا قتلها بالغلط، بس للأسف هو قرر انه مش هيعمل كده، وقرر وقتها انه يتخلص من الجثة. قالوا كمان ان دانيال ما كانش ناوي يعترف على جريمته غير بس لما اكتشف انه نسى المحفظة بتاعته مع هدوم الضحية، ولانه كان عارف ان كده كده الشرطة هيوصلوا للحاجات دي، قرر انه يروح لهم بنفسه ويعترف على نفسه. محامي دانيال حاول يقنع هيئة المحلفين انه ما كانش ناوي يقتل إليسيا، وان كل اللي حصل ده حصل في لحظة غضب. اتكلم كمان عن المشاكل اللي هو بيعاني منها طول عمره، وانه على طول كان بيعاني من التنمر وقلة الثقة في نفسه، وانه فضل يعاني من الاكتئاب والقلق لمدة طويلة جدا. بس بعد كده ظهر دكتور نفسي قيم الحالة بتاعت دانيال، وشاهد في المحكمة ان دانيال اعترف له قبل كده ان عنده تخيلات عنيفة تجاه الستات. على سبيل المثال انه اوقات كان بيتخيل انه واقف ورا شجرة وبيهجم على الستات اللي هو ما يعرفهمش، واوقات كمان كان بيتخيل انه بيقلع هدومه قدامهم. الكلام ده خلى هيئة المحلفين يقتنعوا ان دانيال عنده ميول عنيفة، وانه فعلا كان مخطط انه يقتل إليسيا. في النهاية المحكمة شافت ان دانيال مذنب في جريمة قتل من الدرجة الثانية، واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع امكانية الافراج المشروط بعد 16 سنة. بعد الحكم ده دانيال حاول انه يستأنف على الحكم، بس ما حصلش اي حاجة. واول فرصة ليه انه يقدم على طلب للافراج المشروط كانت في 2021، بس ما فيش اي خبر بيقول انه خرج من السجن. وبما ان ما فيش اي خبر بيقول انه خرج، ففي الغالب هو لسه موجود في السجن لحد النهارده. كمان لازم نقول ان بعد ما دانيال اتقبض عليه كل الصحف المحلية قدمت اعتذار علني لشون حبيب إليسيا، لأنه طول الشهر اللي فات كان كل وسائل الإعلام بتتكلم عنه وكأنه هو المشتبه فيه في القضية. بس كده تكون انتهت القضية التانية. وقبل ما نقفل الفيديو كنت عايز أعرف رأيكم عن إيه القضية اللي عجبتكم أكتر.
مستني رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.